هنقابل هناك عرابي باشا واللي هو راشد واللي هو محمود فهمي وبقيه الزعم. هم زمانهم وصلوا مصر ده اكيد. سياده الاميرالاي، سيادتك متاكد ان احنا في طريق مصر دلوقتي؟ احنا دلوقتي داخلين على بلد اسمها كفر المرحوم، ومعانا جواب من ابن العمده اللي هو البكباشي سعيد افندي عبده. وعلى الله يكون ربنا نتجاوز سبقنا على هناك ان شاء الله يا فندم. في كل الاحوال احنا هناخد مدد يكفي رحله مصر، وجايز كمان نلاقي ركوبه ما فيهاش اي خطر. شغل ايه يا فندم؟ تلاقي الانجليز وكلابهم راصدين الطرق الرئيسيه كلها دلوقتي. يعني يا فندم مش كنا جبنا معانا اسلحتنا بدل ما نسيبها في الكهف؟ احنا اتاخرنا في الكهف كام يوم والامور اتغيرت خلالهم، ولو مشينا بسلاح دلوقتي واتمسكنا يبقى انتهينا. وعلى العموم الليل ستار، وادينا اهو دخلنا كفر المرحوم من غير مشاكل، والباقي على الله وعلى العمده بقى. العمده؟ وهنعرف دوار العمده ازاي؟ ده ما فيش اي حد هنا نساله ولا حركه هويات. انت بقى انتوا مين عايزين ايه؟ نزل سلاحك منك له. تعالي ده باين لي مسؤول كبير قوي يا ولي. متاسفين يا باشا، اصل الليل غدار، لو مؤاخذه يا باشا، اصل احنا بنحافظ عليهم. ودي برضه طريقه تستقبلوا بيها الضيوف في بلدكم؟ الضيوف احنا نشيلهم على دماغنا من فوق، بس عدم المؤاخذه يا باشا، اللي ما يعرفش يتغلب. يعني انت عرفتني دلوقتي؟ شكل سعادتك مش غريب علينا، بس نتشرف بمعرفه سعادتك ان امكن يعني. سيبك من التعارض دلوقتي وقول لي ايوه دوار العمده فين بالظبط؟ دوار العمده هو سعادتك جاي لحضره العمده. جاوب على سؤال انت وهو، دوار العمده فين؟ يعني لازم انا اوصلكم يا باشا. لا خليك انت وهو محافظين على الامن، بس انتوا شاوروا لنا على الدوار واحنا هنعرف نوصل. دوار العمده في الخط ده عيدي يا دوبك فرق الكعب من هنا، بس وحياة النبي حبيبك يا سعادة الباشا، وحياة النبي حبيبك نسيبهم على الشاي. ايوه النبي يا باشا، ده احنا ولاد عرب ونعرف الواجب. ما انتوا عملتوا معانا الواجب وزياده. طب وحياة الغالي عند سعادتك يا باشا ما تكسروا بخاطرني وتشربوا معانا الشاي، ده الشاي حجازي والراري. لا استنى يا حجازي، ما دام انتوا يعني مصممين تكرمونا يبقى بدل الشاي يا ريت تجيبوا لنا اي حاجه ناكلها دلوقتي. بس كده فراري والاكل يكون جاهز. فراري الله، هو رايح فين؟ ها؟ راح فين؟ اصله ساكن قريب من هنا. ده متجوز 2، واحده في اول البلد وواحده في اخر البلد. وانت متجوز كام يا حاج؟ خدامك عبد الزناتي يا باشا. متجوز كام يا عبد يا زناتي؟ هي واحده بس يا سعاده الباشا، وقلت تبقى من دي النوبه. اتفضلوا يا باشا، اتفضلوا يا باشا، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ده انتوا شرفتوني. الله يشرف مقدارك. يا 300,000 مرحبا. 300,000 مرحبا بيك. يا 500,000 مليون. خلاص يا حاج، ايه الحكايه؟ ده كتر السلام يقل المعرفه، ولا انتوا يعني مش عايزين تعرفونا تاني؟ ازاي؟ ده احنا نتشرف. الشرف لينا. ده احنا زرنا النبي. يا 600,000 مرحبا، يا 700، يا 1000. خلاص يا حاج، انت ليه كده كتير سلامات ومراحب؟ الله، وبعدين انت قلت لي اسمك ايه؟ عبد الزناتي يا باشا. مين الزنايتي؟ بتوع كفر طبلوهي، بس انا عشان مناسب من البلد دي كنت جيت من سنه 14. ايه؟ طيب يا عبد يا زناتي، احنا مضطرين نمشي ومتشكرين قوي قوي قوي. متشكرين ده ايه؟ طب علي الطلب بالثلاثه، ما تتعطعوا من هنا الا ما نعمل الواجب. طيب قول لي يا عبد يا زناتي، اخبار البلد ايه؟ يا باشا. واخبار اللي ما يتسموش ايه؟ قصد سعادتك على مين بالظبط؟ الانجليز وكلابهم. قصدك الاجانب اللي خاطفينهم الارهابيين دول. شوف سعادتك يا باشا، المشكله هتنحل والحكومه خلاص هتهدم الاهرام والاصنام والمعابد. بتقول ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا، احسن اكون عكيت في الكلام، اصل انا بيمي على جدي. ايه يا عبد الزناتي يا باشا؟ اسمعني كويس يا عبد يا زناتي، انا ما فهمتش من كلامك ولا كلمه. ايه الاهرام واصنام وارهابيين ومختطفين؟ انا بسالك على الانجليز، عن الخديوي توفيق، عن سلطان باشا، عن اللي حاصل في البلد اليومين دول. طب قول لي يا عبد الزناتي، عندك اخبار عن احمد عرابي باشا بعد اللي حصل في التل الكبير؟
احمد عربي باشا. يا اسطى في الله، يا اسطى في الله، يا اسطى في الله. ما اعرفش يا باشا، ما اعرفش. اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضلوا اتفضلوا بهلا وشيفي، اتفضلوا. بسم الله. بألف هلا وشيفي، مطرح ما يسري يمري، بألف صحة وصحة وعافية. اسمعني كويس انت وهو، لما نكون قاعدين بناكل عيشكم وملحكم مفيش داعي تتهمسوا علينا. احنا زيكم مصريين ووطنيين، مش مهم دلوقتي تعرفوا اكتر من كده. واذا كنتوا خايفين علينا او قلقانين مننا علشان احنا اغراب فده شيء طبيعي، شيء طبيعي بعد اللي حصل في التل الكبير واللي بيحصل لحد دلوقتي من سلطان باشا الخايف. لكن برضه اطمئنوا من ناحيتنا، واللي انتوا يمكن كمان ما تعرفوهوش اللي عملوا علي بيك يوسف خنفذ لما فتح الثغره للانجليز. الموقف اتقلب ده صحيح، لكن ولا ألف سلطان باشا وخنفذ بيك هيقدروا يسلموا بلدنا طول ما فيها رجاله. مصر ما انتهتش، مصر فيها رجاله ومش هتسلم. مختوم انا. ايوه الوضع العظيم زي ما بقول لك كده. يا ابو مخ ديني بقى عاوز اصدق الكلام دي. طب انت مخ دينك وبتصدق الكلام يا واحد؟ لا بقى يا عمدي، ده مش الخبر اللي عليه مخ. جاب مخ العصفور ده لو فيه مخ من اصله. صدقني يا عمدي، انا حكيت لك اللي سمعته من الناس بجد. ماني في الاول قلت لنفسي هو ده معقول يا واد يا خضراوي يا شيخ الغبار. وبعدين حصل ايه؟ عاديك على اللي حصل. شفتهم بنفسك؟ نو الواد عبد الزناتي والجازي هم اللي دلوهم عليهم. اهم دول بقى غفري ولا ممكن يكذبوا علي ابدا مهما حصل. بقى عبد الزناتي والجازي شافوهم وكلموهم. يس وعلم ايمانات جنبت الميه ان الناس بتعطوا عرابي دول. يا بقى تصدق كلام عبد الزناتي وحجازي اللي ما بيفوقوش ابدا من الهباب اللي بتعطوه دي. والله العظيم قال ناس من ايام احمد عرابي باشا قال. طب واهل البلد اللي حواليه ما كلهم شافوا الناس دول قبل ما يهربوا ناحيه بلدنا. كل الناس بتكذب، مصلحتها ايه من الكذب بس؟ انا ما قلتش بيكذب، انا قلت بيه هلوس. انت ام زيب مستحيل، كل الناس بتكذب. ايه ده بس يا عمدي؟ هم كلامك انت اللي معقول يا مثبت العقل يا رب يا عالم يا هو. معقول ناس من ايام احمد عرابي باشي ولسه عايشين لحد دلوقتي؟ طب ايش قولك باقي؟ ان فيه واحد استضافهم في منشيد بخاتر الابحال، قالوا له عاملين سبيل وقصدهم ضيافتك، قال لهم اتفضلوا وعدت الليله ومشيوا وما عرفش هم مين الا بعد التلفزيون ما جاب حكايه العسكري دي هو بيشتري الارض. تلفزيون؟ ايه التلفزيون يا عمدي؟ ايوه التلفزيون. هو ليه بيت الدار. انا اقول لك يا خضراوي الحكايه دي جت ازاي؟ البوليس جبط في البندر على الراجل دي دوك هي طقت في دماغه يعمل مجنون وقال ايه انا كنت في الكهف ويا رجاله من بتاعت عرابي باشي. التلفزيون ما صدق عمل حلقه مع الراجل دي والناس يجوا شافوا دراويش ولا مجازيب من اللي بيلفوا في البلاد ياخدوا حلقتهم قالوا بس هم دول بتوع عرابي باشي اللي كانوا في الكهف من اياميه. ادي الحكايه العقل بيقول كده. طب عبد الزناتي وحجازي لا شافوا تلفزيون ولا شافوا حاجه، لكن كلموهم وشافوهم بذات نفسهم. لا بقى انت عايز تجنن معاه. طب بقى اللي انت ما سمعتوش هو اللي جنن بصحيح. هو فيه بعد كده جنان. ايوه الناس بتاعت عرابي دول كانوا بيسالوا ولا بيسالوا عمي؟ بيسالوا عنك انت يا عمدي. بيسالوا عناني. ايوه لا باقي ده جنان رسمي. هو ده بقى اللي حكاه عبد الزناتي وحجازي ودلهم على الدوار كمان. هم كانوا بيسالوا عناني ولا عن الدوار؟ عن دوار العمده. انت العمده ولا مش عمده؟
الجبلة لبتها درويش من اللي بيلفوا في البلاد هوبوا ناحية بلدنا هيسألوا عن مين؟ عن مين؟ عن شيخ الغفار. ما طبعا هيسألوا عن عمدي، ولما يطلع واحد يسأل على دوار العمدي الحاجة بتديله حسنته. ما انت عارف الحاجة ام العمدي. اي والله ربنا يديها الصحة. الحمد لله هيك بقيت بتفهم اهو. قول لي وبعدين؟ وبعدين يا حضرة العمدة ده من بعد ما شاف عبد الزناد وحجازي بحر البلد وهم بس ملحوا ودعموا. ايه القصد؟ تلاقي الحاجة ادتهم حسنتهم وراحوا على اي بلد من اللي حوالينا. طب دول ما ظهروش في اي حته من بعد ما شافوا عبد الزناد وحجازي. تلاقي ما حدش اخد باله منهم. ما انت عارف الدراويش يظهروا يكتبوا زي على الزيبق. نوع اندرستان يا عمدة، نوع اندرستان. مين؟ انا مش فاهم. ما عشان تفهم لازم تكون بتفهم من اصله، ولو بتفهم من اصله ما كنتش هتحتاج ان انا افهمك. وعموما كل يا ولد هم الناس اللي قبلهم قالوا ايه كمان؟ ما فيش الا اللي قلتوله، كانوا بيسالوا عن بلدنا ويجوز سالوا عن احمد عرابي او عن الانجليز. اديك بتقول يجوز يعني مش متوكد اهو. نو شور من كلام عبد الزناد وحجازي. جرى لك يا من يوم ما خلعت الجلابيه ولبست الجلد وعملت لي شقه ضرعت وانت مخك اتقلب. ما تشغل المخروبه دي. ماني بحاول اشغله. ابص لك الحاله اللي عليها عبد الزناد وحجازي اقول لها دي حاجه تخلي العقل يشيل. مش جايز يا ولا كلام عبد الحميد ابني هو اللي صار. طب قال ايه اللي عبد الحميد؟ هو جه البلد مع الاستاذ نديم وقال ان الامتحانات اتاجلت. هو سمع الكلام وانا برضك سمعت الكلام ده قبل كده، لكن قلت اسيبك تقول يمكن تنورني بحاجه جديده. المهم قال ايه اللي عبد الحميد؟ اصل الناس المتعلمين دول بيقولوا حاجات تخش العقل عندي. بيقول يا ولي ان ممكن تكون حكايه الكهف دي ملعوب. شوف ملعوب ملعوب عاملين الاجانب عشان حكايه السواح المرهنين دول. طب ايش جاب دي؟ ليه؟ ما هو الدول الكبيره دي ناويه ايه تخش مصر بجيش كبير قوي عشان يفكوا الطواعين المرهنين دول. برضه ايش جاب حكايه احمد عرابي لدي؟ ما هو الجماعه الاجانب يا ولي عندهم كده خبز ومكر وخطط كده يشغلوك بحاجات كده عشان انت ما تاخدش بالك من اللي بيدبروه. يا سلام. امال انت فاكر ايه؟ هي الدول الكبيره اللي بتلعب صلاح. صلح لي انت امورك وقول لي يا عمدي لو احنا خدنا بالنا يعني من اللي بيدبروه دي هنعمل لهم ايه يعني؟ والله على رايك يا خضراوي هنعمل لهم ايه؟ لكن نرجع ونقول اهو كلام يخش المخ، مش تقول لناس من بتوع عربي ماشي. ما كفايه من هرشه المخ دي ويا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. افتح لنا التلفزيون عشان نشوف حاجات السواح المرهنين دول ايه. ربنا يستر. ايه ده؟ ده الريموت يا عمدي. ده ريموت؟ ايوه دي بتاعت حنطور. وتأكد خبراء الآثار من أصالة النقود الأثرية المضبوطة والتي كان يحملها ذلك الشخص الذي ادعى في محاولة منه لدفع المسؤولية أنه كان هو وأصحاب له من رجال الزعيم عرابي باشا قد لجأوا إلى كهف خلال معارك التل الكبير ولم يستيقظوا إلا منذ بضعة أيام. وقد أحيل هذا الشخص إلى الأطباء المختصين للكشف على قواه العقلية. وجدير بالذكر أن وزارة الجوانية قد سبق لها إصدار بيان في هذا الشأن. والجديد أن مستشفى الأمراض العقلية قد أكدت بعد الكشف على المذكور. طب علي الطلاق بالثلاثة إن الراجل ده ما هو مجنون ولا دياو. ما تسكت يا بني آدم خلينا نسكت. معلش يا سيادة المذيع معلش اتفضل كمل. ما هو أصل كده. أيوة أنا أصل كده. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا مرحبا وسهلا يا ولد داوود. يا مرحبا. أهلا يا أخي. مين؟ أبا العمدي. هذا العمدي. اقعدي بس يا علي. إيه؟ اتفضل يا سيادة المذيع كمل. ماشي يا عمدة. والجديد أن مستشفى الأمراض العقلية قد أكدت أن المتهم المذكور غير سليم العقل ويعاني من فسكونية حادة في كوالا كنبور الجهاز العصبي المركزي. وتهيب الوزارة بالمواطنين التعاون معها بعدم تصديق أي شائعات حول حكاية أهل الكهف هذه التي لوحظ ترددها. طب علي الطلاق بالثلاثة من نسوين الثلاثة إن الراجل دي ما هو مجنون ولا مجرم. الراجل دي أعجل مني. ايوه ما قلت خلينا نسكت. ما تسكت منك. لا ايه اكمل المكنه ولا ايه؟ اتفضل كم. انا كمل. اتفضل كم. ما تسكت منك. له